تخيل تعيش حياتك مع حد بيكرهك، كره أعمى، كره ملوش أي مبرر غير إن الإنسان ده مش عايز يشوفك أحسن منه، والغريب إنه يعيشك في وهم، ولما تفوق من الوهم ده تكتشف إن الإنسان ده خلى اللي حواليك يكرهوك أكتر منه. والأغرب بقى إن اللي يقف معاك ويساعدك ويحاول ينقذك إنسان يعرفك من فترة قليلة جدا، يعني هو أصلا غريب عنك. واحدة من أغرب حكايات البشر، كره أعمى كما لم تروى من قبل. 2018 في منطقة فيصل في محافظة الجيزة، ده مكان وتاريخ الجريمة اللي حصلت في شقة متأجرة من فترة قليلة جدا، بس الحكاية كلها بدأت من زمان قوي، من أكتر من 17 سنة، وتحديدا في محافظة الأقصر. سنة 2000 في الأقصر كان في بنت اسمها ياسمين، عندها في الوقت ده 23 سنة، شغالة كوافيرة وعندها طموح إنها تفتح المحل بتاعها. عيلتها عيلة متوسطة ومتواضعة، بس ربوا البنت دي كويس قوي. كل يوم ياسمين وهي رايحة على المحل اللي هي شغالة فيه بتلاحظ إن في شاب كده شكله محترم على طول عمال يراقبها. الشاب ده اسمه محمد، وفي الوقت ده كان عنده 32 سنة وشغال في مجال السياحة. كان باين قوي من نظرات محمد لياسمين انه معجب بيها، وكان باين قوي انه راجل جد ومش داخل يلعب بيها، وهي كمان كانت شايفة ان محمد ده شاب شكله محترم قوي. المهم بعد كام مرة محمد يقرر انه يدخل على ياسمين ويتعرف عليها، وساعتها يطلب ايديها للجواز وياخد رقم تليفون عيلتها ويعمل زيارة، وفعلا يتقدم لها علشان يتجوزها. وفي نفس السنة دي اللي هي 2000 يتخطبوا، وفي اخرها الاتنين يتجوزوا. محمد بالنسبة لياسمين هي التجربة الأولى، وعلشان كده أول ما شافته إنه شخص مناسب ومحترم وافقت على الجواز على طول. إنما العكس كان مختلف تماما. محمد كان شايف ياسمين إنها بنت عندها طموح وشغالة وبتكسب كويس، وده معناه إنها مش هتطلب منه أي فلوس ولا هتكلفه أي مصاريف. وواضح كده إن محمد كان ليه أكتر من تجربة، بس كان موضوع الفلوس ده فارق معاه، وعلشان كده ياسمين بالنسبة له كانت أنسب واحدة للجواز. ولأن ياسمين كانت شاطرة جدا في شغلها فقدرت تعمل شهرة كبيرة قوي بين العرايس، وبقت في أكتر من عروسة بتطلب ياسمين بالاسم علشان هي اللي تعمل لها الميك اب قبل الجواز. ومحمد اكتشف بعد ما اتجوز ياسمين إن الشهرة بتاعتها كبيرة قوي، والموضوع ده واضح إنه ضايقه لأنه ما كانش متوقع حجم الشهرة دي لياسمين. ويدوبك يعدي كام شهر من الجواز وفجأة ياسمين تلاقي محمد بيطلب منها إنهم لازم يسيبوا الأقصر تماما ويروحوا يعيشوا في القاهرة أو الجيزة، لأن فرص الشغل هناك أكيد أحسن بالنسبة له. ولأن ياسمين ست محترمة فوافقت على اللي هو طلبه. والحقيقة اللي خلى محمد يطلب الطلب ده إن عنده كمية حقد وغيرة من ياسمين مش طبيعية. المهم مع نهاية سنة 2001 محمد وياسمين ينقلوا حياتهم بشكل كامل لمنطقة فيصل، يعني كده مر سنة واحدة بس على الجواز. المهم ينقلوا حياتهم فعلا لمنطقة فيصل ويستقروا هناك أكتر من سنة. وخلال الوقت ده ياسمين كانت قاعدة في البيت، ومرة واحدة تنازلت عن الحلم بتاعها وعن طموحها. وفي نفس الوقت محمد كان بيحاول يلاقي فرصة شغل كويسة، وكان دايما بيوعدها انه هيخليها مش محتاجة اي حاجة. المهم مع مرور الوقت ياسمين بدأت تتعرف على الجيران، وساعتها عرفوا انها اصلا شغالة كوافيرة، فبدأوا يعرضوا عليها انها تعمل لهم ميك اب وشوية حاجات وهي قاعدة في البيت. وفعلا بعد مدة قليلة بدأت شهرتها تنتشر بين الجيران، وبقت في أكتر من بنت بتطلب منها إنها تعمل لها ميك اب حتى في البيت بتاعها. ولأن ياسمين ذكية وكانت عايزة تكسب زبون فما كانتش بتعلي في الأسعار بتاعتها، وعلشان كده انتشرت بسرعة في المنطقة اللي هي ساكنة فيها. ومن كتر حب الناس فيها وحبها للناس فكان لما حد بيجي لها بس مش معاه فلوس ياسمين كانت بتوافق تعمل له كل حاجة من غير ما تاخد فلوس، وتطلب منها إنها تجيب الفلوس بعدين. واللي حصل ده كان مضايق محمد جدا، يعني هو مشاها من الأقصر بسبب شهرتها ونجاحها في الشغل، تقوم تيجي فيصل وتحقق نفس الشهرة والنجاح. طيب انت فعلا اتجوزتها ليه؟ ما انت من الأول شايف انها واحدة عندها طموح وناجحة في شغلها جدا.
المهم برغم ان محمد كان متضايق من شهرة والنجاح اللي بتحققه ياسمين، لكن في نفس الوقت بدأ يسكت وما يتكلمش خالص، وده لان محمد بقى مدمن في الوقت ده، وفي نفس الوقت كان محتاج فلوس وكان بياخد من ياسمين كل اللي هو عايزه من غير ما يبذل اي مجهود. بس الادمان خلاه طول الوقت بيعمل معاها مشاكل وخناقات من غير اي مبرر، وياسمين كل اللي فكرت فيه وقتها ان سبب المشاكل والخناقات دي ان محمد متضايق من جواه ان ياسمين هي اللي بتصرف على البيت، والمفروض يعني كراجل انه يتضايق من حركة زي دي. المهم بعد ما يمر على جوازهم شوية وقت ربنا يرزقهم ب3 بنات، لؤلؤة وياسمين وفيروز، واللي اصر ان في بنت من بناتهم يبقى اسمها ياسمين على اسم امها هو محمد، وساعتها قال لها انه لازم يعمل كده من كتر حبه فيها. وعلشان محمد يحاول يحافظ على مظهره قدام ياسمين اشتغل فرد امن في واحدة من الشركات، والغريبة قوي انه كان شغال في السياحة وكان يقدر يطور نفسه في المجال ده جدا، لكنه اختار اسهل واكتر وظيفة ما فيهاش اي مجهود. المهم في الوقت ده الخناقات والمشاكل اللي بين ياسمين وبين محمد زادت قوي، بس ياسمين في نفس الوقت كانت دايما بتحاول تظهر للبنات ان اللي بيصرف على البيت هو ابوهم، وكانت بتحاول تخلي صورته كويسة قدام بناته. المهم في يوم محمد يقول لها انه نازل علشان يخرج شوية مع ناس صحاب. اليوم ده اتأخر قوي وياسمين استنته كتير، ولما اتأخر دخلت تنام، بس لما صحيت من النوم اتصدمت من المنظر اللي شافته. بتفتح باب الشقة لقت محمد واقع على الارض وعرقان جدا وشكله غريب قوي. ساعتها قعدت تنده على الجيران وشالوه دخلوه قعدوه على السرير، ولما قعد واحد من جيرانها قال لها كلمة غريبة شوية، قال لها لازم جوزك يبطل اللي بيشربه ده لان اخرته اكيد مش كويسة. طبعا ياسمين كانت فاهمة هو جارها يقصد ايه، وساعتها عرفت واتأكدت ان جوزها مدمن، وبرضه ساعتها ربطت كل التفاصيل اللي كانت بتحصل من غير اي مبرر. دايما بيتخانق معاها من غير سبب، ودايما عصبي، ودايما قاعد لوحده. المهم ياسمين قررت ان اول ما محمد يفوق من الحالة اللي هو فيها دي تطلب منه الطلاق على طول. وفعلا بعد ما محمد بدأ يفوق كده ويسترد وعيه قعدت معاه وطلبت منه الطلاق، وساعتها محمد قال لها ان اول مرة في حياته يشرب مخدرات، وعلشان كده وصل للحالة اللي كان فيها، ووعدها ان كل حاجة هتخلص خلال كام يوم. وفعلا ياسمين صدقته ومشيت وراه. بس ساعتها محمد بقى مدمن اكتر من الاول بكتير، وما بقاش فارق معاه كلام الناس، وبقى كل شوية الناس بتجيبه من الشارع، وبقى شكله صعب قوي قدام الكل، لدرجة ان منظره قدام بناته كان صعب جدا. كانت بتجيله تشنجات غريبة وكان بيتخانق معاهم من غير اي سبب. المهم الموضوع لما وصل لكده ياسمين قررت انها تتطلق منه تماما، وساعتها قالت له انها هتاخد بناتها ال3 ويعيشوا مع نفسهم في شقة فيصل. والكلام ده كان في نهاية سنة 2017، يعني ياسمين استحملت كل السنين دي وكانت ساكتة، وسنها وصل ساعتها ل41 سنة ومحمد 52 سنة، يعني المفروض الراجل كبر وعقل واكيد هيتصرف كويس. ياسمين بعد الطلاق لقت معاها 3 بنات، لؤلؤة عندها 17 سنة، وفيروز 14 سنة، وياسمين 8 سنين. ولؤلؤة بنتها الكبيرة كان عندها مرض مناعي، والمرض ده كان بيحتاج منها مصاريف كتير، وعلشان كده نزلت اشتغلت في محل كوافير علشان تقدر تصرف على بناتها وتعلمهم كويس جدا. وبجانب كمان محل الكوافير كانت بتشتري شوية هدوم وتبيعها للناس اللي حواليها وتكسب شوية فلوس. المهم ياسمين في الوقت ده بدأت تحس ان حياتها بقت افضل، وبدأت تطمن ان بناتها ال3 هيعيشوا بشكل احسن. ولان ياسمين معاها 3 بنات وكانت خايفة عليهم جدا، فكانت طول الوقت بتركز معاهم زيادة عن اللزوم. بس اتصدمت لما ركزت قوي واكتشفت ان بنتها التانية اللي اسمها فيروز واللي عندها 14 سنة تصرفاتها كلها غريبة. تصرفات فيروز كانت اكبر من سنها بكتير، مش بس التصرفات، حتى طريقتها وطريقة لبسها، وكانت كل يوم عايزة تنزل من البيت تخرج مع اصحابها، لكن ياسمين من كتر خوفها عليها كانت بتمنعها من النزول. كل ده ياسمين كانت شايفة ان بنتها في سن المراهقة وان كل اللي بيحصل ده حاجة عادية، لحد ما في يوم ياسمين نازلة رايحة الشغل بتاعها تقابل واحدة جارتها وتقعد تتكلم معاها في كلام غريب.
قالت لها ان بنتها الصغيرة اللي عندها 14 سنة اللي هي فيروز كانت واقفة على ناصية الشارع ومعاها شوية شباب، بس طريقة الوقفة كانت وحشة قوي، ده غير ان لبسها كان ملفت للانتباه. وساعتها كذا حد من اللي واقفين اتخانقوا مع الشباب دول ومشوهم وطلبوا من فيروز انها تطلع البيت بتاعها. ساعتها ياسمين ما صدقتش جارتها ولا صدقت الكلام اللي قالته، لان فيروز عندها 14 سنة مستحيل تتصرف بالشكل ده. فترجع البيت وتلاقي فيروز قاعدة وشكلها متغير. ساعتها تقعد معاها وتفهم منها هو ايه اللي حصل بالظبط، وهل فعلا حصلت خناقة في الشارع وانها كانت واقفة مع شباب ولا لا. بس اتصدمت من رد فعل البنت اللي قالت لها انها بتدور على الامان بره البيت، وانها خلاص مش طايقه الحياه معاها لانها ست متحكمه جدا في تصرفاتها، وان سبب الطلاق وفشل العلاقه مع باباها هي ياسمين. وساعتها طلبت من والدتها انها تسيبها تختار حياتها زي ما هي عايزه. طبعا ياسمين قاعده مش مصدقه انها بتسمع الكلام ده من طفله عندها 14 سنه، بس اللي عملته ياسمين وقتها انها قررت تهدى تماما وتقعد تتكلم مع بنتها فيروز بكل هدوء، وعرفتها ان الشكل اللي بتتكلم بيه ده غلط، وعرفتها كمان ان شكل اللبس الملفت للانتباه ده مش لايق على سنها ولا لايق على المنطقه اللي هم ساكنين فيها، وطلبت منها انها لازم تغير طريقه تفكيرها فيها، وانها لا يمكن تكون سبب في فشل البيت او لا يمكن تكون سبب في فشل العلاقه اللي بينها وبين باباها. وقالت لها انها هتنزل تجيب لها هدوم تانية وتسيب الهدوم دي تماما، وان النزول من البيت هيبقى بحساب. فيروز كانت قاعده بتسمع والدتها وهي متضايقه قوي، وحاسه ان والدتها دي ست متحكمه وعايزه تعمل كل حاجه على مزاجها. المهم ياسمين من كتر خوفها على بناتها بقت تقفل عليهم باب الشقه وتنزل تروح الشغل بتاعها، وفي نص اليوم ترجع تاني علشان تعمل لهم الغدا، ولو واحده فيهم عايزه تروح درس او حاجه هي اللي كانت بتوصلهم. ما كانش عندها مشكله انها تبذل مجهود زياده، بس المهم تطمن على بناتها الثلاثه. بس المشكله بقى ان الكلام على ياسمين وعلى بناتها في المنطقه بقى وحش قوي، وده خلى ياسمين بعد شويه تقرر انها تسيب الشقه دي وتنقل شقه تانية برضه في منطقه فيصل. تخيل كلام الناس وصلها تعمل ايه. المهم ياسمين نقلت شقه تانية خالص برضه في منطقه فيصل، وساعتها اشتغلت في محل كوافير تاني في نفس المكان، بس قررت تقعد مع الستات جيرانها وتحكي لهم حكايتها بشكل كامل، وده علشان الجيران ياخدوا بالهم من الشقه بتاعتها وياخدوا بالهم من بناتها الثلاثه. لو جوزها يعني حاول يجي كده وهي مش موجوده، او واحده من البنات الثلاثه تخرج من الشقه وياسمين في الشغل بتاعها، فطلبت من الجيران انهم يكلموها على طول في وقتها. المهم تستمر الحياه لمده شهر والدنيا هاديه ومستقره تماما، بس كل اللي عنده مشكله كانت الطفله فيروز اللي كانت دايما شايفه ان امها دي ست مستبده وبتتحكم فيهم زياده عن اللزوم. والسبب اللي كان مخلي فيروز دايما بتفكر كده انها كانت على تواصل مع والدها طول الوقت، ووالدها كان دايما بيقول لها كلام وحش قوي عن امها. وهنا هنفهم ليه تصرفات الطفله فيروز كانت وحشه قوي كده مع والدتها. للاسف ابوها كان بيقول لها دايما انزلي من ورا امك واعملي اللي انت عايزاه، لانها مش هتتحكم فيكوا اكتر من كده، كفايه انها اتحكمت فيه ووصلت الحياه للفشل وكمان طلقها. ايه الاب الغريب قوي ده؟ لما انت فعلا مش حاببها قوي كده وكارهها بالشكل ده اتجوزتها من الاول ليه؟ المهم الهدف الحقيقي بتاع محمد في الوقت ده انه يثبت للكل ان ياسمين دي مش قد المسؤوليه، وانه من ساعه ما هو ساب البيت بقى شكله وحش قوي قدام الناس، وانها هتكون سبب رئيسي في تشويه سمعه بناتها الثلاثه، وكان عايز يثبت للناس انها ولا هتقدر تصرف على البيت ولا على البنات. الراجل في الاخر مدمن وعايز يرجع البيت باي طريقه، الفلوس كان بياخدها من غير اي مجهود ولا اي حساب. المهم بسبب الكلام اللي فيروز بتسمعه من ابوها بقت تكره امها قوي، وبقت تقعد مع اخواتها الاتنين تحاول تكرههم هم كمان في امهم. المهم كل اللي كان بيحصل ده ياسمين ما تعرفش عنه حاجه. كل يوم كانت بتصحى من النوم تروح على الشغل بتاعها، وفي نص اليوم ترجع تشوفهم عايزين ايه وبعدين تروح الشغل تاني، لحد ما يجي يوم وياسمين راجعه من الشغل تقابل واحدة جارتها واقفة تحت وتقول لها معلومة غريبة، ان فيروز بنتها بعد ما ياسمين بتنزل من الشقة بتخرج هي كمان من البيت. طيب ازاي بتخرج وهي اصلا قافلة الباب عليهم؟
ساعتها ياسمين ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه. برضه بنتها فيروز اللي عندها 14 سنة لسه زي ما هي، بس لا يمكن تخرج من البيت اصلا لانها بتبقى قافلة عليهم باب الشقة بالمفتاح. المهم تطلع البيت وتقعد مع فيروز علشان تفهم ايه اللي بيحصل، وساعتها تكتشف كمية حاجات عمرها ما كانت متوقعاها. ياسمين اكتشفت ان فيروز خدت منها مفتاح الشقة وعملت نسخة عليه، وبمجرد ما كانت بتنزل من البيت فيروز كانت بتستنى شوية وتفتح باب الشقة وتنزل. ومش بس كده، فيروز عرفت والدها مكان الشقة الجديدة وكانت بتطلب منه انه يجي علشان يقعد مع بناته شوية. فكانت ياسمين تنزل تروح على الشغل، فيروز تنزل وراها تروح اي مشاوير وكمان تقابل ابوها وبعدين تجيبه على الشقة. واكتشفت كمان ان فيروز كانت بتدي كل الفلوس اللي بتاخدها من امها لابوها. والصدمة الاكبر لما عرفت انها لما كانت بتنزل الصبح علشان تروح المدرسة ما كانتش بتروح المدرسة بتاعتها، وان ابوها نقلها مدرسة تانية خالص، مدرسة حكومية مصاريفها اقل بكتير. وساعتها كان بياخد فلوس المدرسة الخاصة اللي ياسمين كانت بتدفعها علشان هو يصرفها على المخدرات. يعني محمد خرج بنته من مدرسة خاصة ودخلها مدرسة حكومية علشان ياخد الفلوس ويشتري مخدرات. ليه فعلا اب يتصرف كده؟ وايه اللي يوصله للمرحلة دي؟ بس لسه تفاصيل القصة الاصعب جاية. المهم وقتها تحصل خناقة كبيرة جدا بين محمد وبين ياسمين، وساعتها تطلب منه ان يبعد عن بناتها تماما وما يأثرش عليهم خالص، ومحمد يوعدها انه هيعمل كده لحد ما نوصل لشهر اكتوبر سنة 2018. الجيران بيلاحظوا ان مرة واحدة كده ياسمين اختفت تماما، ولا بقت بتنزل الصبح على الشغل بتاعها ولا بتظهر في البيت خالص. والاغرب كمان انهم اتصلوا بيها اكتر من مرة بس على طول تليفونها مقفول. واللي كان بيخلي الجيران يكلموها كتير انها طلبت منهم لو محمد طليقها جه البيت لاي سبب يتصلوا بيها على طول. فاكتشفوا وقتها ان محمد موجود في البيت باستمرار. المهم جارة ياسمين اللي تعرفها من كام شهر بس قلقت عليها جدا، وساعتها نزلت استنتها قدام المحل بتاعها، ولمدة 3 ايام اكتشفت ان ياسمين ما بتجيش المحل اصلا. فساعتها فضلت واقفة قدام البيت تستنى فيروز وهي راجعة على الشقة. واول ما قابلت فيروز سألتها عن والدتها، ففيروز جاوبتها بمنتهى البساطة والهدوء ان ياسمين مسافرة لواحدة من المحافظات وجالها شغل حلو قوي هناك، وانها بتعمل ميك اب يعني العروسة وهتاخد مبلغ مالي كويس، وخلال كام يوم ياسمين هترجع تاني. المهم جارتها وهي بتسمع فيروز ما كانتش مصدقاها وحاسة ان في حاجة غريبة حصلت ولازم تتأكد منها. الغريبة انها واقفة بتتكلم مع بنتها، يعني المفروض تكون مصدقاها في كل حاجة. ده غير ان فيروز وهي بتتكلم مع جارتهم دي كان عندها ثبات انفعالي مش طبيعي. ولما يمر اكتر من 3 ايام وياسمين لسه مختفية، جارتها تتفاجئ ان محمد جايب شوية عربيات وبينزل التلاجة والسرير وكل العفش اللي موجود في الشقة، واللي كان باين قوي ساعتها انه بيبيع عفش الشقة بالكامل. قامت جارتها دي دخلت بسرعة على محمد وسألته على ياسمين، فجاوبها بكل هدوء ان ياسمين مش قادرة تتحمل المصاريف اكتر من كده، وعلشان كده نقلت حياتها تماما للأقصر وهتعيش مع اهلها. وساعتها قالت له هو يتحمل مسؤولية بناته ال3، وهو فعلا بيعمل كده. وطبعا الكلام ده عكس الكلام اللي قالته فيروز بنته تماما. وفي نفس الوقت هي ياسمين هتسيب الشقة كده من غير ما تبلغ صاحبة الشقة اللي هي مأجرة منها انها خلاص هتسيب الشقة؟ ده غير ان جارتها دي كانت عارفة ان في مشاكل بين محمد وبين ياسمين. المشكلة انها مش عارفة تتصرف ازاي، وعلى طول بتتصل بيها على التليفون وبرضه التليفون مقفول. المهم يمر يوم كمان وجارتها تكتشف ان محمد بيبيع الشاشة اللي موجودة في الصالة، فتطلب منه انها عايزة تشتري الشاشة دي بس عايزة تتأكد انها شغالة، وده معناه انها لازم تدخل الشقة علشان تشوفها شغالة، لانها مش عايزة تنقل الشاشة تحطها عندها وبعد كده تكتشف العيب. طبعا الهدف بتاعها من كل ده انها تدخل الشقة وتطمن بس الاول هو في حاجة حصلت لياسمين ولا لا. ولأن جارتها كانت بتتكلم مع محمد قدام الناس فظهر عليه الارتباك، بس بعد كده وافق. قامت جارتها دي كلمت صاحبة الشقة وكلموا 2 رجالة من نفس السكان المنطقة علشان يطلعوا معاهم. وأول ما باب الشقة اتفتح بدأوا يشموا ريحة وحشة قوي، بس لفت انتباههم إن في عيدان بخور كتيرة قوي متوزعة في الشقة. واللي لفت انتباههم أكتر إن الشقة تقريبا على البلاط. فلما سألوا محمد عن سبب الريحة الوحشة دي قال لهم إن بنته مربية
كلب، وان طبيعي اي حد بيربي كلاب ريحة الشقة بتاعته بتبقى كده. طبعا مفيش ولا حد من اللي واقفين كان مصدقه. المهم صاحبة الشقة تلاحظ ان في اوضة مقفولة، فتطلب من محمد انه يفتح الاوضة دي علشان تشوف فيها ايه. ساعتها محمد ارتبك جدا وقال لها ان الاوضة دي فيها باقي عفش البيت، وانه بس مكومهم جوه كده لحد ما يلاقي حد يشتريهم. طبعا الشك دخل جواهم اكتر، وساعتها اصروا ان الاوضة دي تتفتح. اول ما فتحوا الباب لقوا الريحة بقت صعبة اكتر من الاول، وكل اللي لقوه في الاوضة شنطة سفر محطوطة في الركن ومتغطية ببطانية. ولما قربوا من شنطة السفر دي اكتر لقوا الريحة بقت صعبة قوي، ففتحوا الشنطة واكتشفوا ان ياسمين محطوطة جوه شنطة السفر دي، باين عليها قوي اثار التعذيب، وباين ان جسمها متكسر بالكامل. طبعا في ساعتها الاهالي والجيران اتجمعوا وكتفوا محمد كويس قوي، وكلموا رجال الامن اللي وصلوا في ساعتها على طول، وتم القبض على محمد واعترف لرجال الامن بكل حاجة. محمد لما لقى ان مفيش اي امل يرجع لياسمين ويستفيد منها باي فلوس، قرر انه لازم يقتلها. وانه لما دخل الشقة اكتر من مرة وهي مش موجودة لقى في اجهزة وحاجات كتير ينفع يبيعها. فساعتها قعد مع فيروز بنته واقنعها انهم لازم يخلصوا من امها، فاشترى مخدر وطلب من فيروز تحط لها المخدر ده في كوباية عصير. وفعلا يوم الجريمة ياسمين رجعت على البيت وفيروز قدمت لها عصير، قال يعني بتصالحها. وبمجرد ما فقدت الوعي ووقعت على الارض فيروز كلمت ابوها وعرفته ان الجزء الاول من الخطة خلص. محمد وصل الشقة ولقى ياسمين وقع على الارض، بس طبعا كانت عايشة، فراح جاب حتة قماشة مبلولة وكتم نفسها لحد ما ماتت تماما. وساعتها قعد مع بناته الثلاثة وقال لهم ان امهم ما قدرتش تستحمل الحياة ولا قدرت تستحمل الضغوط اللي فيها، وللأسف امهم ماتت. طبعا فيروز كانت عارفة هو ايه اللي حصل بالظبط، لكن البنتين التانيين ما كانوش فاهمين اي حاجة. المهم محمد طلب منهم انهم ما يجيبوش اي سيرة، وان لو حد فيهم كلم البوليس ساعتها البوليس هيجي وهياخد امهم منهم ومش هيشوفوها تاني. فالبنات من كتر خوفهم من محمد يسكتوا تماما. المهم يطلب من بناته الثلاثة انهم يساعدوه، فواحدة راحت جابت بخور وملت الشقة كلها بالبخور علشان الريحة، وواحدة راحت تجيب شنطة السفر. وساعتها محمد طلب من فيروز انها تساعده في كل حاجة. ولما شالوا الجثة عشان يحطوها جوه الشنطة محمد اكتشف انها مش هينفع تدخل، فقعد يكسر فيها علشان يحطها جوه الشنطة ويقفل عليها. وكانت الخطة انه خلال يوم او يومين بالكتير يبيع كل العفش ويختفي هو وبناته الثلاثة. والله اعلم بعد كده كان هيعمل في بناته ايه، لحد ما جارة ياسمين حست باختفائها الغريب وبدأوا يشموا الريحة ودخلوا وشافوا شنطة السفر. وبعد التحقيقات ما تخلص يتحكم على محمد بالاعدام، ويتحكم على فيروز اللي عندها 14 سنة بايداعها في دار رعاية علشان سنها. حقيقي في نوع من الكره بيبقى كره اعمى، مجرد ان شخص مش عايز يشوفك احسن منه. الادمان خلى محمد مش قادر يشوف اللي ياسمين بتعمله علشان خاطر مصلحة ولادهم، وقدر يخلي بنته الصغيرة توصل لمرحلة كره اعمى هي كمان لامها. ومش بس كده، دي تساعده ازاي يخلصوا منها. ربنا يرحم ياسمين، والحمد لله ان اللي زي محمد ده اتعدم، والمشكلة كلها ان ربنا يستر على فيروز. سلام عليكم.